ننتقل إلى درس النموذج العاملي. ما المقصود بالنموذج العاملي؟ النموذج العاملي هو نموذج لتحليل الحكي، فهو يرتبط بالنصوص الحكائية، نموذج لتحليل الحكي وضبط الوظائف والأفعال. ويقصد بالعامل كل ما له تأثير في تنامي الأحداث وتطورها، سواء أكان شخصية آدمية أم غير آدمية، أو كان جمادا أو شيئا من الأشياء له تأثير في تطور وتنامي الأحداث، فيسمى عاملا، ويسمى أيضا قوة فاعلة. مكونات هذا النموذج: يستند النموذج العاملي إلى 6 عوامل: العامل الذات، ثم الموضوع، ثم المرسل والمرسل إليه، ثم المساعد والمعارض. ننتقل إلى الخطاطة العاملية. العامل الذات هو قوة فاعلة لها تأثير في الحكي، وتتجه الذات نحو الموضوع. إذن فالموضوع هو الشيء الذي ترغب الذات في الاتصال به أو في الانفصال عنه. أما العامل المحرك للذات من أجل التوجه إلى موضوعها فيسمى العامل المرسل. والعامل المستفيد من إرسال الذات نحو الموضوع يسمى مرسلا إليه، فيكون هو المستقبل للموضوع. وكل عائق يحول دون تحقيق الذات لموضوعها فهو عامل معارض. وكل عامل معين ومساعد ومساند للذات فيسمى عاملا مساعدا. يمكن أن نمثل لهذه الخططة بحكاية مختصرة. لنفترض مثلا أن تكون حكاية تلميذ في السنة الثانية بكالوريا يطمح إلى النجاح في الامتحان، فهذه قصة مختصرة. العامل الذات فيها هو التلميذ، إذن فموضوعه النجاح في الامتحان. والعامل المرسل هو تحقيق طموحاته، إرضاء أسرته وما شابه ذلك. والعامل المرسل إليه هو التلميذ نفسه، فهو المستفيد، وكذلك أسرته ومجتمعه. أما العامل المعارض فهو كسله وتهاونه وعدم جده ومثابرته. والعامل المساعد هو الجد والاجتهاد والأخذ بالأسباب وبذل الجهد. فهذا مثال مختصر يبين كيفية اشتغال البنية العاملية. العلاقات بين العوامل هي 3: علاقة الرغبة بين العامل الذات والعامل الموضوع، وعلاقة التواصل بين العامل المرسل والعامل المرسل إليه، ثم علاقة الصراع بين المعارض والمساعد.